أهلا بيكم يا حبايبي. النهاردة حكايتنا غريبة جدا. بندق وشيكا فجأة لقوا نفسهم جوه لعبة ماينكرافت. تخيلوا بقى كل حاجة حواليهم هتبقى عاملة ازاي. كل حاجة بقت بشكل مربعات. يا ترى هيتصرفوا ازاي؟ تعالوا بقى نشوف مع بعض في حكايات ماما منا النهاردة. شيكا الحقي، الشاشة بتسحبنا. واو، احنا رايحين فين؟ بندق. بص على مناخيرك، ها؟ بقت مربعة. احنا جوه لعبة ماينكرافت يا شيكا. بص الشجر والسما، كل حاجة هنا. بكسل. الشمس هتروح ولازم نبني بيت بسرعة قبل ما الزومبي يزهفوا. أنا جعانة قوي. بص يا بندق، في خروف مربع هناك بس أنا مش عايزة أكله. أنا عايزة تفاح. شور. هيلا هوب، لازم أكسر الخشب ده عشان نعمل طاولة الصنع. ساعديني يا شيكا. لقيت تفاحة حمراء ومربعة يا بندق، شكلها يفتح النفس قوي. تمام كده، البيت بقى جاهز. مش كبير قوي بس أمان. استنى، أنا هحط ورد أصفر قدام الباب عشان يبقى بيتنا أجمل بيت في ماينكرافت. يا مامتي، إيه الكائن الأخضر اللي واقف ورا الشجرة ده يا بندق؟ ده كريبر. بسرعة يا شيكا على جوه واقفلوا الباب بالمفتاح. اللعبة حلوة يا بندق، بس أنا وحشتني أوضتنا ووحشتني حكايات ماما منى قوي. وأنا كمان. يا رب نلاقي طريقة نرجع بيها لشكلنا الحقيقي ونحضن ماما. لا، لقيناه. زرار الخروج 1 2 3. يا حبايب ماما، خلصتوا لعب؟ يلا يا بندق انت وشيكا، الأكل جاهز. وهنا يا حبايبي خلصت مغامرتنا في عالم المربعات، وتعلمنا ان التعاون هو اهم حاجة حتى لو جوه لعبة. لو عجبتكم الحكاية استنوني في مغامرة جديدة من حكايات ماما منا.